مرحبا اخواتي، كيفكم متابعيني؟ خلونا نسمع الاستاذ الاعلامي الكبير اللي كل مصادره مؤكدة ومن عنده وبيحاسب على كيفه. يعني هذا منين، مين وظفه، وهذا ليش وظفته، وهذا مين حطه، وهذا وهو قاعد برا البلد وعم بيحكي. المهرج سمير متيني، خلونا نسمع شو عم يحكي ومنعلق. يذيعوا اخبار. شركه سعوديه جاءت لتؤسس شركه طيران، شركه سعوديه جاءت لتؤسس مشاريع مياه، شركه سعوديه جاءت لتطور مشاريع تجاريه وتنمويه، شركه قطريه جاءت لتطور الكهرباء. كلها تعلكم صدي وبص اعلامي. جايين الشركات مشان يستفادوا، مو جايين يعملوا عنا جمعيات خيريه. يا أستاذ سمير، الشركة السعودية والشركات السعودية مو مستنيين شهادتك. الشركات السعودية عندهم 1000 بلد لحتى يستثمروا فيه، بس هن جايين على سوريا نوع من أنواع الأفضلية أعطونا إياها، لأنه السعودية وشركات الخليجية والأحق السعودية يعني خيرها موجود على الأرض من قبل وحاليا وبعد، من قبل ما يستثمروا، وما مقصرين. الله يجزاهم الخير ويجزاهم خير الجزاء عنا وعن الشعب السوري. بس انت شو عم تقدم للشعب السوري غير الفتن، وعم تروح ناس ببعضها من وراء فتنك وكذبك وتحريضك؟ خلونا نكمل. الشركات اللي عم تجي من برا بتعمل بزنس جاي كان تربح. الشعب السوري ما معه مصاري يعطيكم، المواطن رح يزداد فقر فوق فقره وجوع فوق جوعه وتعتير فوق تعتيره. ليش؟ لانه هي يعني غريب كلامك. طبيعي أي شركة بالعالم مستثمرة بأي بلد بالعالم مو رح تجي على سواد عيونك وعيوني يا سمورة. أكيد ما رح تجي على سواد عيوني، أكيد بدهم يستفادوا، بس في فائدة كاملة وفي فائدة جماعية. يعني أنا بستفيد وبطورك وبفيدك وبمسكك وبعطيك خبراتي، وبعدين بقول لك امشي لحالك. هاي الفرق. بعد البلد ومقدراتها لكل الاقليم ودول العالم بس لضمان بقائهم بالسلطه. ما لا يتقنون سوى لغه الترهيب والتاكيل والتطرف والتشدد والمحسوبيه. شوفوا اليوم مين عم يتعينوا. قال باعتين حسن الدغيم لمؤتمر للذكاء الصناعي، قال هو رئيس المؤتمر، رئيس الوفد السوري. انت يا حسن الدغيم شو فهمك بالذكاء الصناعي؟ ما ضل في مهندسين بسوريا، ما ضل في تكنولوجي، ما ضل انفورماتيكا. هلا حسن الدغيم شو فهموا بالذكاء الصناعي بسوريا؟ هي انت مثلا يا سمورة كنت بالمرائص وبعدين صرت فنان عم بتغني، وهلا مدعي انك اعلامي. انت شو فهمك بالاعلام؟ على الاقلية الرجال عم بيحاول يقدم شيء للبلد، عم بيحاول يعمل شيء للبلد، عم بيحاول يصلح. بس انت شو عملت؟ انت علقت العالم ببعضها. انت روحت عيال وناس طوائف بين بعضها من وراء فتنك ومن وراء تحريضك، اللي بتعتبر حالك اعلامي مستقل على اساس اعلامي مباع مأجور. كمل. ما ضل عندنا انجينير، ما لقوا غيرك يا شيخ دغيم يحطوك بهي الواجهه وياخذوك على خطر اللي انت طالع عم تمثل الوفد السوري بموضوع الذكاء الصناعي. انت شو فهمك بالذكاء الصناعي؟ السؤال انت كشخص شو اختصاصك؟ شرعي ولا قائد فصيل ولا مطبلجي ولا شو شغلتك انت بالضبط؟ يعني السوريين عم يسالوا. في عندنا كفاءات، في عندنا علوم، في عندنا مهندسين، في عندنا تكنولوجي، في عندنا ناس كثير متقدمين بهذا المجال. مين انت اللي يبعثوك رئيس الوفد المسؤول عن الذكاء وعن الاستبران؟ مين انت؟ شو بتمثل؟ مقرب من السلطه. عادي. هي انت شو فهمك بالاعلام؟ شو فهمك فيه للاعلام؟ مطبل، مهرج، اكثر من هيك ما بتصلح. يعني وين المشكلة؟ انت مين وظفك اعلامي؟ ومين حطك اعلامي؟ ومين قال لك تتكلم عن الشعب السوري؟ يعني هذا سمير، من وين جبلكن غيره؟ تحياتي لكم.